Let's dig into this video. Okay. Ciao ragazzi, mi chiamo Muhammad Tariq, aka طارق. Why just speaking that way? هو دوت اللي انت هتعرفه في الفيديو دوت ان at some point احنا هنتكلم بطبيعتي شويه no script. هحكي لك شويه حاجات عني وهكتب لك السبتايتل تحت عشان تبقى عارف انا بقول ايه. هتكلم بتلقائيه شويه فمش هبقى محضر الحاجه دي. اول حاجه كل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم. فتره رمضان at some point كنت باخد بريك، كنت شغال ما كنتش موقف في فيديو اوريدي شغال عليه وقربت خلاص يخلص هينزل بعد الفيديو دوت. ففي الحالتين كل سنه وانتم طيبين ويا رب اشوف وشاشكم بتضحك دايما وبس. فخلينا نتفرج على الفيديو النهارده ويلا بينا. طيب ابدا الفيديو ازاي؟ هو عامه لو انت بتشوف الفيديو دلوقتي فهو مش مهم خالص وممكن تقفل عادي جدا لان انا بعتبر الفيديو ده مجرد دردشه. خلينا نبدا. هرد فيها عن شويه اسئله في حياتي. اعذرني لو انا اتكلمت بتلقائيه شويه بس انا هحاول على قد ما اقدر لو اتكلمت باي كلمه انجلش او اي حاجه رميتها او كده هكتب الترجمه بتاعتها. لان الفيديو دوت يعتبر انا مش هقصص منه حاجات الا لو حاجات ملهاش لازمه. و خلينا نبدا، يعني هو مجرد دردشه فنبدا. انت مين؟ انا محمد طارق، خريج كليه علوم قسم بترول وميه. حياتي شويه يعني مش عارف اوصفها ازاي بس هي حرة قوي وان انا مش مستني اي حاجة روتينية تحصل لي في حياتي فعشان كده بتحرك بشكل مش كل الناس اللي تحب الروتين او كده بتمشي عليه، ودي حاجة انا شايفها مش احسن حاجة. لو حد انت قاعد او مقرر ان انت تقعد في بلدك من غير ما تتحرك، محتاج ان انت تشتغل شغل حكومي وتفضل قاعد فيه، فده بصراحة مش انا شخص حر جدا وده هنعرفه واحنا بنتكلم شوية عن شوية تفاصيل في حياتي. فخلينا نبدأ. A few moments later. 2 hours later. A lot of boring math later. عامة اي حاجة غريبة او مريبة هتلاقيني قلتها يا اما هقصها يا اما لو بالانجلش فهتلاقيني كتبتها لك بالعربي. واضحك يعني اتبسط واضحك عشان طبيعتي وانا حر كده ببقى يعني بهزر شويه. فخليني نبدا. هحكي لك شويه جولز عايز احققهم. انا قلت لك ان انا دي كليتي علوم بترول. انا قلت لك انا كده باختصار انا مين، كليه ايه، من الاسماعيليه. why I'm so confused. ما علينا. اوكي انت مين؟ انا محمد طارق خريج كليه اوكي طارق من الاسماعيليه. خريج كليه العلوم قسم بترول وميه. ده باختصار مش عارف اقول ايه والله. يعني عندي كام سنه؟ دي سؤال مش عارف. انا والله ما بسال السؤال ده بنسى، يعني انا بنسى حد يقول لي انت عندك كام سنه A few moments later. والناس اللي بتتفاجئ بسني عامه الموضوع بيبقى مريب اكتر، فخلي موضوع السن دوت Just then. خلي موضوع السن دوت لحظة صمت عشان الناس اللي بتتلخبط في سني. فخلينا ناخد السؤال اللي بعديه. ايه هي شوية جولز عايز احققهم في حياتي؟ اول جول واهم جول بالنسبة لي هو اليوتيوب بجد. يعني اول جول واهم جول بالنسبة لي بصراحة هو اليوتيوب. اليوتيوب مخصوصا عملته عشان سبب واحد بس، انا قلت لكم من شويه ان انا شخص حر وبحب اسافر جدا جدا جدا، فهو كان الحاجه الوحيده اللي هتبقى مسليه بالنسبه لي. وانا اصلا بعشق التكنولوجي جدا، فان انا اعمل موضوع اليوتيوب وان انا اشتغل في اليوتيوب واعمل فيديوز واسافر ايفنتس في كل حته في العالم واسافر هنا واروح هنا، دي هتبقى حاجه جميله جدا. بسافر بعمل حاجه بحبها مع التكنولوجي. اوكي انا ما اتكلمتش عن كل حاجه عني بس انا بحب اللغات جدا. A few moments later. بحب الباسكتبول. بحب اللانجويجز قوي. بحب كل حاجه different مختلفه. وحره جدا وريليتد بالنيتشر. انا شخص
بحب الطبيعة جدا جدا. ممكن اقعد شهر كامل حرفيا من غير تكنولوجي، بس اكامب ويبقى معايا حاجات سامبل، يعني تكنولوجي من غير اتواصل مع حد. ممكن اقعد بس مودز موفيز او كده مع الستار جيزنج. الدنيا هتبقى لطيفه قوي بالنسبه لي. ده سيمبلي عني انا كشخص حر وعايز اعمل ايه في حياتي كفريم. فجوه الفريم ده بقى هنبدا نتكلم عن شويه تفاصيل او الكورنرز اللي انا المفروض املاها عشان ابدا انظم اكتر حياتي. طيب انت ليه ما اشتغلتش؟ طب انت ليه ما اشتغلتش في مجال البترول؟ انا بصراحه شايف ان هو مجال at some point بالنسبه لي سطحي قوي، ولو اشتغلت فيه فانا هحبس حياتي وهحبس او كل الايديز او الافكار اللي عندي هدوس عليها حرفيا. فقررت ان انا استنى شويه على موضوع البترول. هشتغل فيه بس الفتره برضو محدده. لو جات لي حاجات معينه، مجال البترول واسع شويه، فلو جات لي positions معينه انا حاببها فاروحها. لو ما عملتش دوت او ما لقيتهمش فانا بصراحه شايف ان انا بحقق الجولز بتاعتي او الاتشيفمنتس دي هتبقى احسن بكتير، وان انا مش هضيع وقت في حياتي، على الاقل هبقى مبسوط. ولو بتعب في حاجه هحققها وانا مبسوط. فخلينا برضو ناخد البوينت اللي بعديها، وهي انا طبعا مش حافظ كل حاجه فكاتب بوينتس كده عشان اقدر افتكر. ف طيب ايه الجوز ايه الجولز برضو تاني اللي عايز احققها؟ اول حاجه اليوتيوب. ان انا ايه الجولز اللي انا عايز احققها؟ انا بصراحه مش كاتب غير بوينتس وهبدا ان انا بصراحه مش كاتب غير بوينتس وهبدا ان انا اتكلم معاك او دردش معاك. ف ايه الاحلام او الجولز اللي انا عايز احققهم الفتره الجايه في حياتي؟ اول حاجه بصراحه اليوتيوب، ان انا احقق يعني اوصل المايلستونز. انا عايز السنه دي اول حاجه بالنسبه لي هو ان انا اول هدف بالنسبه لي ان انا اكبر هدف بصراحه، اكبر هدف بالنسبه لي هو ان انا احقق اليوتيوب بالنسبه لي، او ان انا اخلي الشانل دي تنجح وان الناس كلها تستفيد منها ايا كان، سواء كان ليها علاقه بالتكنولوجي او حد استفاد مني كطارق بموضوع اللانجويجز هتكلم عليه كمان شويه. دي بالنسبه لي هو الايم، ان انت تفيد اللي قدامك او الشخص اللي قدامك يبقى مبسوط ومستمتع. عشان كده دايما بركز على الكواليتي بتاعت البرودكتس بتاعتي او الكواليتيز بتاعت الفيديوز. مهمه جدا الكواليتي بتاعت الفيديو، الصوت، الانفورميشن اللي بقدمها تبقى مفيده. ولو حد فعلا طلب مني سؤال فانا بجاوبك بكل صراحه كواحد تجربته الفعليه. انا كنت بستخدم الحاجه دي لو استخدمتها لاول مره او استخدمتها قبل كده او بقالي فتره معاها، بقول لك ازاي فعلا تستفيد منها. دي بالنسبه لي الحاجه اللي انا يعني قايم عليها الشانل او مقيم عليها مقوم، ده البيس اللي انا مقوم عليها القناه. فخليني اخد الجول اللي بعديه او الهدف اللي انا عايز احققه. بصراحه الاكاديمي بتاعتي. اوكي A few moments later. الهدف التاني هو الاكاديمي بتاعتي، language academy. الهدف التاني هو الاكاديمي بتاعتي هي اكاديميه كورسات لغات عامه. انا طبعا مسؤول عن الانجليش انا واخويا، وفي نفس الوقت في languages تانية زي الايطاليان والاسبانيش، في languages كتيره بعيدا عن اي حاجه. بس انا بختصر او الهدف بتاعي في الاكاديمي ان انا اخلي الموجودين هنا دايما يبقوا ناس شبهنا، ناس حره، ناس بتحاول تدي الانفورميشن بشكل لطيف قوي وبتفيد اللي قدامها بشكل مسلي وما يزهقش، ما يبقاش كورس زي اي كورس، يبقى الموضوع ممتع اكتر. ويبقوا ناس native speakers، يعني ناس لغتهم الأم هو اللغة دي اللي بدرسها أيا كانت. مع إن يبقى أقولها إزاي، الشخص دوت يبقى مش محتاج أي حاجة من الستودنت غير إن هو فعلا يبقى مبسوط وإن هو يوصل له الاستفادة بتاعته. Ciao a tutti, mi chiamo Jasmine, ho 28 anni e sono un'insegnante di italiano. Sono nata in Italia, esattamente a Firenze. Ho frequentato la scuola elementare di Leonardo da Vinci e non dimenticherò mai la mia maestra Roberta e la mia maestra Tina. Invece
Alla superiore ho frequentato la scuola di Alessandro Paoli. Insegnare è sempre stata una mia passione, ecco perché mi trovo sempre me stessa con i miei studenti. Ovviamente la mia motivazione sono sempre stati i miei studenti. Qui a Me Tutor Academy studiamo sempre l'italiano con divertimento. Meno libri, più divertimento e più pratica. Vi aspettiamo qui a Me Tutor Academy. 안녕하세요. 저는 아니 잠깐만. 오케이. 안녕하세요. 저를 아는 사람도 있고 모르는 사람도 있으니까 자기소개부터 할까요? 저는 누르한 무스타파입니다. 한국 이름은 강소율이에요. 저는 이스마일에서 유일한 한국 선생님이에요. 제가 언어 4개를 할 수 있습니다. 그거 바로 아랍어랑 영어랑 한국어랑 중국어입니다. 제가 이 세상에서 제일 좋아하고 기분을 좋게 만들 수 있는 건 바로 외국어를. 여기 한국어를 공부하고 싶은 사람 많죠? 저도 처음에 한국어를 공부하고 싶었을 땐 선생님이 없었으니까 진짜 힘들었는데 저는 혼자 열심히 한국어를 공부했고 한국어를 الشخص دوت يبقى مش محتاج اي حاجه من الستودنت غير ان هو فعلا يبقى مبسوط وان هو يوصل له الاستفاده بتاعته. وده بصراحه كانت يعني حاجات مؤخرا بعد ما خلصت جيش. الحمد لله لقيت دوت من ستودنتس كتير قوي. Happy to report, and you will be happy to hear I'm taking life one game at a time. Of course, the job hasn't changed, but newsflash, the Iceland to come back. What? Still? She's not gonna back, dude. She's gone. Look, I know, right? I know. It's just... I mean... I don't still have feelings for her, but I... ببقى مبسوط يعني فرحتي من ان انا اخلي اللي قدامي يتبسط او يفرح. انبساطي او سعادتي بستمدها اكتر من الناس اللي حواليا، سواء كان ستودنت او سواء كان حد استفاد مني او قال ان انا جبت الحاجه دي وطلعت فعلا زي ما انت قلت. دي بصراحه بتبقى اللي بتخليني عندي باشن اكتر ان انا اكمل في الشانل وان انا اكمل في موضوع التيتشنج. عشان كده at some point او الانستراكتنج زي ما بنقول، خلي الموضوع اوضح. انا ما كنتش حابب موضوع التيتشنج، مش طبيعتي ان انا ابقى تيتشر من وانا صغير. لا، تيتشر ايه وحاجه اصلا مش مسليه خالص بالنسبه لي وبورينج جدا. فازاي تعمل دوت بشكل مسلي، بشكل كرييتيف، بشكل ان الناس تبقى عايزه تحقق اهدافها. مش انجلش بس، ممكن اتكلم معاهم في حاجات مثلا ان انجلش بس at some point بوصل له حياته عامله ازاي، او ممكن انت حاجه ممكن بعملها صغيره او حاجه انا عديت بيها فاقدر انصحه بيها، او حد من صحابي او معارفي او الناس اتعاملت معاهم، بما اني قابلت ناس كتير في حياتي في المحيط بتاعي. فان انا اساعد الناس دي بصراحه او طلابي او ايا كان الشخص دوت، بتبقى بالنسبه لي هي دي البوينت او ده الايم اللي انا عايز اعمله في حياتي، عشان يبقى الشخص اللي قدامك استفاد منك بجد. وساعتها مش هينساك. انا شايف ان هو مش هينساك في حياتك خالص لو انت شخص بتدي الحاجه بباشن وانستلي بصدق. مش هيحتاج منك اي حاجه تاني غير ان انت فعلا مش هيحتاج منك حاجه خالص. يعني هو اول ما يجيب سيرتك هيقول والله ده كان شخص كويس جدا واتعلمت من دوت، او الشخص دوت انا فعلا ده اللي اتعلمت منه. فدي حاجه بصراحه لو انت عملتها ولو مره واحده بس، سواء كان اخوك الصغير او ايا كان هو مين الشخص اللي حواليك او صاحبك حتى، وعلمته الحاجه دي، ف هتبقى مبسوط جدا من الشعور دوت. ودي الحاجه اللي انا بصراحه بتبسط بيها جدا وبتديني انرجي ان انا اكمل. طيب ايه تاني الجولز اللي انا عايز احققها؟ الاكاديمي، خلاص قلنا اليوتيوب والاكاديمي. الحاجه الثالثه بالنسبه لي ان انا ابني شركه بتاعتي، الشركه ميديا. انا already I'm kind of working على الايدياز. فان شاء الله اول ما اعمل ده تبقى مفاجاه، انا بس مش عايز احرق تفاصيل. بس اول ما احقق دوت هتبقى برضو دي من الحاجات الثلاثه اللي انا عايز اعملهم. ورابع حاجه هي at some point، في خامس حاجه بس رابع حاجه هي البترول. هشتغل بس لسنين معدوده في حياتي، وانا بفكر دي حاجه اصلا يعني لازم اقول ايه، ان هي بلان دي او بلان اي، ان هي اصلا مش موجوده قوي، هي حاجه بديله. لو ما حصلتش مش هتضايق خالص، بالعكس. بس at some point برضو لازم اخد التجربه عشان ما احسش ان انا درست 4 سنين وما عملتش دوت.
لكن الاستفاده بالنسبه لي برضو لو انا اشتغلت في شركه وعرفت افيد الشخص اللي جوه او الناس اللي جوه او ايا كان الشركه دي internationally او جوه مصر او ايا كان او في العالم العربي حتى بالانجلش او ان انا اساعده او ان انا اساعد كل الكرو بالفيجن بتاعتي ان انا احقق لك الحاجه الكرييتيف اللي انت كان نفسك فيها طول عمرك انك تعملها او اللغه اللي انت كنت بتتعلمها بشكل بورينج فما مسليه خالص بس في نفس الوقت انت بتعمل حاجه تانية اللي هي انا عايش اللغه بتبسط بتفرج على موفيز وده اللي انا طبقته عشان اتعلم two languages تانيين التركيش والايطاليان I'm still practicing الإيطاليان بس حتى وانا في الجيش كنت بذاكر ايطاليان بنفس الطريقه وانا بذاكر كل حاجه حرفيا زي ما اتعلمت انجلش او ان انا الواي اللي انا بتيتش بيها الانجلش ده ساعدني اكتر سواء ان انا كنت بستخدم حاجات من جوه اللغه نفسها ك sentences او chunks ان انا بحاول بقى براكتس بيها اتفرج على سيريز مسلسلات ايا كان المسلسل كان تركي او ايطالي اتعلم منه بكل بساطه. طب مع الناس بتوع في الهرم او اي مكان سياحي مش متعلمين او كده بيتكلموا 3-4 لغات بسبب حاجه واحده وهي البراكتسنج. فانا قلت اعمل دوت يعني انا اتفرج على سيريز بستمتع بوقتي وبتعلم لانجويج جديده وده بصراحه اللي ساعدني جدا في موضوع التركيش وخلاني ابقى كويس نوعا ما وممكن اتفرج على سيريز من غير ما تشوف اصلا السبتايتل موجود اعرف اتكلم كويس مع اللي قدامي. فات سام بوينت مش بيجنر ما بقتش مش عايز اقول ايه ما بقتش مبتدئ في التركي بقيت الى حد ما وفي الايطاليان ماشي بنفس الواي بالظبط بقاليش كتير فيه بس ماشي كويس وبدات براكتس برضو ودي حاجه لطيفه قوي. الموضوع ممتع قوي انك تحقق حاجات انت كنت عايز تعملها وبالذات ان انت بتحبها. لو انت بتحب الحاجه دي وبتحققها فانت فعلا بتحقق اهدافك الدوبامين غصب عنك في دماغك هتلاقيه بيفرقع كده اللي هو انت you are doing amazing انت برافو عليك جدا keep going right on كمل you can do this تقدر تعمل دوت. فالحاجه اللي بتشجعك دي او اللي انا بوريها للستودنتس او اللي هم بحسسهم بيها انا عارف ان انا في وقت من الاوقات حسيتها وما زلت بحسسها لنفسي عشان اقدر اكيب الباشن بتاعي والشغف ان انا اقدر اكيب جوينج او اكمل في الحاجه اللي انا بعملها دي. انا عارف ان الفيديو النهارده هيبقى طويل شويه فعشان كده بقول لك هو مجرد دردشه. لو انت فاضي هات لك قهوه او شاي او فشار او ايا كان لو انت بعيدا عن الصيام ان شاء الله تقدر تتفرج براحتك يعني غير كده بس غير كده ممكن تقفل الفيديو خالص. دي مجرد دردشه انا بفضفض مع الناس القريبه مني او اللي فعلا ما زالت بتتفرج عليا لغايه دلوقتي لان انا at some point انا 1.4K دلوقتي او 1.41 ف at some point بالنسبه لي ان انا اتدردش مع الناس دي او الشخص اللي هم دعموني بقالي 3 سنين. هو انا فعليا بقاليش 3 سنين في اليوتيوب قد لو انا قلت توتال شغل تقريبا اقل من سنه لان انا نزلت حوالي 32 فيديو لغايه دلوقتي تقريبا 32 فيديو او 33 فيديو والفيديوز دول حرفيا قليلين جدا. هي حاجه مضايقاني بس بسبب كان دراستي وهحكي لك البروبلمز كمان شويه في حياتي من البوينتس الموجوده مع شغلي اللي كنت شغال وكنت يعني حرفيا شغال من زمان من وانا في ثانيه جامعه كنت شغال بدي الكورسز وعندي اكسبيرينس من قبليها في موضوع التيتشنج حوالي دلوقتي 6 سنين تقريبا او 5 سنين وشويه. ايه تاني بلس الابستكلز اللي قابلتني وحسيت ان فعلا هتوقفني كتير قوي. فانا هتكلم في البوينتس دي كلها بس في حاجه لازم تبقى عارفها عني برضو ان انا عندي فيش ميموري ذاكره سمك بشعه وعشان كده انا كاتب بوينتس ونسيت انا كنت عايز اقول دلوقتي بصراحه والستودنتس كلهم عارفين ده الحمد لله. عشان كده اول ما بشوف اي حد ما تزعلش مني عشان خاطري لو نسيت اي حاجه لان ده غصب عني. فخلينا ناخد البوينت اللي بعديها عشان والله انا ما فاكر ايه هي بس 2000 years later. هو الجولز اللي انا عايز احققها يس انا كده وصلت في الاواخر. One eternity later. الجول ده اللي انا قلته تقريبا الجول الخامس والاخير ان انا ابقى فري احقق كل حاجه انا عايز اعملها وانا حر مش محتاج شغل فوقيه مش محتاج اي حاجه انا اقدر اعيش حياتي بكل بساطه وافضل مع يوتيوب يكبر وافضل ان انا اعمل دوت او الناس
اكتر تستفيد مني، واكبر حد او اكتر حد فعلا او هو احسن مني بكتير انا بدات اتعلم منه. ولو انت اتعلمت مني حاجه واحده قد كده بصراحه بتبقى بالنسبه لي كبيره قوي. فنفسي اعلم كل الناس اللي حواليا وكل الناس اللي بتشوفني، اي حد حتى لو شافني يعني نص دقيقه او ربع دقيقه حتى، ان هو فعلا يستفيد مني ولو معلومه قد كده. دي بالنسبه لي هتفرق جدا، وان هو يفتكرني دي حاجه بصراحه هبقى مبسوط بيها جدا. خليني ناخد البوينت اللي بعديها، وهي اوكي خلينا نبدأ بأول حاجة. عملت ايه في حياتك؟ يا نهار ابيض عملت ايه في حياتي؟ دي هو سؤال واسع قوي، انت مش متخيل يعني. عملت كتير بس ما عملتش كتير. يعني ايه اللي انت بتقوله دوت؟ حاسس ان انت عندك سكيزوفرينيك خالص. تحس ان انت عندك سكيزوفرينيا. لا خالص، هو حاسس ان انا عملت كتير في حياتي الحمد لله لغايه دلوقتي، بس مش كفايه بالنسبه لي. انا حاسس ان انا ما عملتش كتير، ومهما كان اللي وصلت له حاسس ان دي لسه ستارتنج بوينت بتاعي المفروض ابدا منه تاني. خليني اقول انا عملت ايه في حياتي. بدايه من ان انا من وانا في جامعه قررت، يعني في تقريبا في سنه ثالثه، وانا كنت بتفرج على كل اليوتيوبرز العرب. بالنسبه لي لما شفت الناس لما بقت فرينج نفس الرينج بتاعي، او في ناس بدات قبليه كمان. الموضوع ده at some point ان انا كنت عايز ابداه من زمان قوي، من قبل ما ابدا اليوتيوب تقريبا بقالي 8 سنين وما عملتش دوت. ودي كانت حاجه at some point مضايقاني، لان انت ليه ما عملتش ده من بدري؟ طالما انت حابب دوت والباشن دوت عايز تعمله، ما عملتوش ليه من بدري؟ بس في حاجه خلينا متفقين عليها، ان انت كشاب دايما او في فتره في حياتك انت لسه عشان تاخد خطوه تبدا حياتك او الكارير بتاعك او تبدا ترسم الفريم بتاعك او عايز تعمل ايه، مش بالسهل. مش بالخطوه دي بتاخد يعني فتره كبيره قوي عشان تاخد البوش ان انت تبدا بيها. وبصراحه ده اللي خلاني اعمل دوت بعد ما يعني حرفيا مش عايز اقول ايه. انا مش من طبيعتي ان انا بتواصل او بكتب كومنتس على اليوتيوب او بتفرج بعمل لايكس للناس اللي بتحبهم او كده، وببقى مبسوط قوي بيهم، وممكن اشير مع صحابي، اتكلم عليهم، اشير حد فيديو، بس مش بكتب كومنتس. يعني مش طبيعتي ان انا ببان في كومنتس. موقف طريف قوي بالذات موضوع اليوتيوب، ان اول مره او اول كومنت 12 o'clock midnight. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. يعني كده رجعنا تاني للاسف. حصل حاجه سخيفه قوي، الموبايل بتاعي فصل، فدي حاجه بائسه. فالكاميرا فصلت مع الموبايل، ودي حاجه بصراحه ضايقتني شويه. ما ضايقتنيش بس يعني ويرد. يلا نكمل. وصلنا لاخر حاجه. بس انا عايز نتشيك بس ان مفيش هو اوتو فوكس، هو كده المفروض بيفولو ماي هاد يعني. المهم هو بيريكورد صح. اللي حصل الموقف بقى او البوش بتاعتي، في عندك تو اوبشنز. يا اما انت هتعمل بوش بنفسك، يا عندك 3 اوبشنز. يا اما انت هتعمل بوش لنفسك، يا اما انت هيتعمل لك بوش، حد هيديك بوش معين، يا اما هتعمل الاثنين مع بعض. وانا عملت الاثنين مع بعض، بس بمساعده بوش من حد يعني حرفيا من اكتر الناس التك ريفيورز العرب اللي كنت بحبهم جدا. هو حرفيا هو اكبر تك ريفيور دلوقتي. الف مبروك ليك بجد. هو دلوقتي اكبر تك ريفيور في العالم العربي. وبصراحه الهدف دوت ما كانش سهل خالص، او هو حصل بطريقه مش منطقيه. انا كشخص حرفيا ما بكتبش كومنتس بطبيعتي في حياتي عامه. من اول ما قعدت على اليوتيوب ان انا بعمل شير مثلا الفيديو عجبني، فيديو لطيف، حد عايز فيديو مثلا موبايل او عايز ريفيو عن حاجه، اروح جاي مثلا برشح له عرب دايما. يعني حتى الاجانب دي قليل قوي لما برشح حد اجنبي، مع ان انا بحب الاجانب من قبل العرب. بس فعلا هم الناس دلوقتي عمالقه. الكلام ده زمان من قبل ما يبقى الناس تتشهر قوي، او يبقى في ناس كتيره شاطره كده في العالم العربي. بس بصراحه نفسي يعني اجابه او اقدر اوصل
بصراحه نفسي ان انا اوصل ليهم جدا، وان انا ابقى واحد منهم في يوم من الايام، وان انا اقدر اقابلهم انهم يبقوا اصدقائي بجد، لان هم فعلا شخصياتهم لطيفه جدا، او الناس اللي انا بحب اتابعهم جدا بجد بجد. hopefully ان شاء الله ان انا اقدر اتعرف عليهم. حصل موقف حلو قوي لطيف قوي هقول لكم عليه دلوقتي. بس بعد موضوع الكومنت، ايه اللي حصل؟ الكومنت دوت انا اول مره في حياتي حرفيا على يوتيوب اكتب كومنت لحد. والكومنت ده ايه اللي حصل او جه ازاي؟ ان انا كان في الكوميونتي بتاع اليوتيوب عامه قبل ما يبقى فيه الابديتس دي، هو بتنزل بوست مثلا Q&A. الQ&A طبعا زي ما انتم عارفين بيبقى الفيديو طويل جدا، وبيبقى بينزل البوست، الشخص بيسال مثلا او الكومنتس بتتعمل، صاحب الفيديو او صاحب البوست بعديها ب 24 hours 24 ساعه بيبدا ان هو يشو الكومنتس دي. فايه اللي حصل؟ ان انا كتبت، او حظي كنت عايز اكتب وجا في بالي ان انا اكتب الكومنت، وعدى الوقت نسيت خالص، سقطت مش فاكر كنت شغال ولا بعمل ايه، ولقيت ان انا الساعه ناقص بالظبط ساعه واحده على الكومنت او على البوست ان هو الشخص ده يعمل فيديو ويانسر الكومنتس دي. الموضوع بالنسبه لي كان قفيل قوي، بس حسيت انه خلاص اكتب الكومنت، انا عارف ان هو مش هيرد عليا اوريدي، فخلاص مش مشكله، وكتبت الكومنت وخلاص. بعديها بالظبط بكام ساعه كان الفيديو اتعمل واترفع على اليوتيوب. كان بالليل، اللي هم فيديو بقى اللي هو بتاع السهره، حرفيا انا كنت قاعد على السرير اليوم دوت خلاص، ما بعملش اي حاجه، بتفرج على الفيديو دوت. بدات اتفرج، عندي امل شويه إن يرد، رغم ان انا عارف ان انا كتبته في الاخر، فقلت مش مشكله خلاص، ده ساعه في اخر 24 ساعه، فمستحيل ان هو يرد اصلا. فعدى نص الفيديو، 3/4 الفيديو، خلاص انا احبطت، بدات احبط حرفيا، مش محبط بس خلاص مفيش مشكله، خلاص مش مشكله. مش اول فيديو اول كومنت مش فارقه كتير. لقيت ايه اللي حصل. اخر كومنت حرفيا انا ما اعرفش الكلام، كل ما احكيه لمره او 2 او 10 بيرشق في قلبي زي كل مره بحكي او بفتكر الموقف نفسه، بالذات لو الكلام جاي من حد انت فعلا بتحبه ومشهور قوي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ في اخر الكومنت كده بيقول لك بقى سيبك من كل الكومنتس دي وخلينا ناخد كومنت جديد. الكلمه نفسها من اولها كده، والكومنت بتاعي بيبوب كده في السكرين. انا مش عارف احكي لك الفيلينجز نفسه، لان الموضوع مش منطقي، انا مش عارف احكي ايه، مش عارف احكي الشعور نفسه، ان هو كان كهربت. انا اول ما لقيت الكومنت بتاعي وهو بيكلمك الكلام بيترشق فيه كده حرفيا، انا نطيت من على السرير بطريقه كنت طاير من على الارض حرفيا، والله انا ما كنت حاسس برجلي. الشبكه نفسها زي ما الناس بتشتكي مثلا في امريكا من فيرايزن انها بتنزل لك مثلا 5-6 ابلكيشنز ملهاش اي لازمه ما تعرفش تمسحهم. طيب ايه الخلاصه؟ يعني ايه معنى الكلام ده كله؟ معنى الكلام ده ان الموبايل ده جاي من كوريا، من شبكه اتصالات موجوده في كوريا. في الغالب جدا والله اعلم الموبايلات اللي بتتباع مع الشبكه دي مثلا بتدفع انت ثمن الخط وبتاخد الموبايل مثلا مجانا او بتقسطه مع فلوس الخط بتاعك. في الحاله دي غالب الموبايلات بتكون لوكت على الشبكه دي، ولكن يمكن الشركه لقت طريقه انها تفك اللوك ده وتخلي الموبايل انلوكت ويشتغل مع اي شبكه. فانسى الكلام اللي بيتقال الموبايلات دي مرتجعه من سامسونج او فيها عيوب او معرفش ايه. دي موبايلات بتتباع في كوريا مع خطوط الاتصالات في كوريا بشكل ما الشركه حصلت عليها. هل ده معناه انك تروح تشتريها؟ ابدا، ده لسه ما زلنا عند كلامنا، الموضوع هنا خطر جدا، ما اظنش ان حاجه كويسه انك تحاول تشتري موبايل زي ده. خلينا نحاول الاجواء بقى تماما وناخد سؤال لطيف كده. واحد بيقول انا ببدا يوتيوب شانل جديده عن التك برضو، وعندي برسبكتيف وفيجن مختلفه نوعا ما، ايه افضل نصيحه تنصحني بيها؟ وهيبقى شرف ليا لو شفت فيديوهاتي، الله يخليك، وان شاء الله فيديو الاسئله الجاي يكون بدات، وبتشجع جدا لما اتفرج عليك، بتلهمني جدا، اشكرك على هذا الكلام اللطيف. ناس كتير جدا بتسالني ايه نصيحتك، احنا بنبدا قناه جديده، احنا يعني عايزين نبدا في المجال، نعمل ايه بالظبط؟ شوف، انت جاوبت اساسا نص الاجابه لوحدك، انت قلت عندك برسبكتيف وعندك فيجن مختلف. حط تحت مختلف دي 10 خطوط، لان دي النقطه المهمه. احنا في مجال كتير الناس تدخل في يوتيوب، ولكن عايزين نشوف
اختلاف، عايزين نشوف شخصيتك انت واسلوبك انت وطريقتك اللي هتقدمنا بيها، حتى لو نفس الحاجه لكن بطريقتك انت، ودي الحاجه اللي احنا مستنيينها والجمهور مستنيها. النصيحه الثانيه اللي بقولها دايما، ما تخليش قله المعدات وقله الكواليتي تحبطك في الاول. طبيعي جدا انك تبدا بحاجه قليله وحتى لو انت مش راضي عنها، لكن ان شاء الله مع الوقت هتلاقي الموضوع بيتطور وهتجيب كاميرات احسن واضاءه وميكروفون ومعرفش ايه. لكن الحاجات دي كلها ما تخليش هي العائق اللي قدامك كده في البدايه، عشان ممكن يجي لك احباط وما تكملش عشان الفيديو بتاعك مش بيطلع شبه فيديو معرفش بتاع مين اللي بقاله اساسا 5 سنين شغال. ما تبصش على الموضوع ده، ابدا وانطلق وان شاء الله الموضوع هيتحسن معاك ويكبر في اسرع وقت. الموضوع كان جامد جدا بطريقه فظيعه، فعشان كده الموضوع ده بالذات او الشعور دوت كنت عايز اوصله لناس كتير قوي، واللي هو ان انت فاهم تتواصل مع الناس اللي حواليك بيفرق جدا معاهم. طبعا انا عارف ان الموضوع بيبقى صعب شويه طول ما انت بتكبر او الناس بتبقى اكتر والكومنتس بتزيد، ما بيبقاش بالسهل انك ترد عليهم، ما بيبقاش عندك وقت حرفيا دوت، فدي حاجه بتبقى صعبه شويه. بس حصل موقف طريف قوي مع طلاب من طلابي. اما عارف موضوع الكومنت بتاع عمر دايزر دوت وعارف موضوع اليوتيوب، ان انا مش دايما بقول موضوع اليوتيوب ده. لقيته بيقول لي انا نفسي اقابله، وبصراحه ان هو يعمل دوت لو قابلته في الحقيقه بقول لي وعايز اشوفه ومش عارف ايه. قلت له اكيد ان شاء الله ان شاء الله لما اوصل للمرحله دي وان انا اقابل عمر دايزر شخصيا، حتى لو في فيديو كول، انا يعني اي بروميس لعمر ان هو ده هيحصل ان شاء الله، وان انا هخليه يقابله مخصوص. فيا رب اقدر اوصل للبوينت دوت في وقت مش بعيد ان شاء الله. خليني اكمل واقول ايه تاني. ودي كانت الحاجه اللي بقولك عليها، ان بيحصل هدف معين او بوش فبتديك زقه معينه، وهتلاقي الناس وانت بتكبر او بتوصل لمرحله تانية هتلاقي ناس تانية بتشدك وكانت في مكانك فعارفه انت كنت فين. الناس الكبيره دي هم زيهم زينا حرفيا، بس بدأوا يشتغلوا على نفسهم. فانت لو حابب، اياك، انا هقول لك دوت في الاخر اكيد، بس اياك تسيب لنفسك لو عايز تعمل حاجه ايا كان المشروع دوت، مش لازم يوتيوب او ايا كان اليوتيوب ده مشروع وشغل، ما تسيبش الحاجه دي، اياك تسيبه خالص وخد الخطوه ان انت تعمل الحاجه دي. طيب خليني اكمل. اللطيف تاني بعد الموضوع دوت جالي كومنت تاني برضو على فيديو، كنت من برضو ناس يعني جامده جدا. انا هسيب لكم باي ذا واي الكومنت بتاع عمر دايزر وهو بيرد على الكومنت بتاعي. الفيلينج بتاعي كان غريب، كان جامد جدا. واللطيف بقى ان هو اداني البوش دوت. انا تاني يوم انا كنت سيت في نفس اليوم ده اي سيت السيت اب بتاعي عشان اصور. I guess كده الصوت احسن، فتعالوا نشوف الدنيا. ازيكم يا جماعه، معاكم طارق من تيك بيرد، والنهارده هنتكلم عن كذا حاجه مختلفه، وان انا بدات يوتيوب بمناسبه الكورونا، بمناسبة الأحداث اللي حصلت في 2020 والحاجات الجميلة اللي حصلت، بداية اللي حصل في أستراليا، من الأرض اتحرقت، الغابات هناك اتحرقت، والكورونا وكل الأحداث الجميلة، وشوية أمطار كده حصلوا في مصر على السريع خميس والجمعة اللي فاتوا. المهم خلينا نعرف الشانل بتتكلم عن ايه. بما اني هبدأ الشهر دوت فقلت برضو نعرف ايه الخطة الجاية او الشانل بتتكلم عن ايه. طيب هو المفروض يعني اول حاجة احنا المفروض نكون بنصور بالاستوديو دلوقتي، بس في مشكلة للأسف فوق، او لسه يعني بنجهز تجهيزات، شوية تجهيزات كده هتخلص ان شاء الله خلال يومين بس، والفيديو جاي ان شاء الله يبقى في الاستوديو. تاني حاجة المفروض اتكلم فيها البرسبكتيف، او ايه اللي احنا هنتكلم عليه في الشانل الفترة الجاية. هو اكيد mostly technology، بس هنعمل ايه برضو. الموضوع برضو بقى فيه tech reviewers كتير قوي، الموضوع بقى ممل يعني، بس احنا مش عايزين كده، احنا داخلين perspective مختلفة شوية. كنت بصور بموبايلي دوت سوري كنت بصور بموبايلي دوت
حرفيا انا ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل. انا قلت خلاص يعني، كان الساعه 12 كان بالليل، كان وقت متاخر، الفيديو ده كان نازل متاخر. تاني يوم كنت بدات اسيت السكريبت البسيط قوي ان انا هبدا الشانل على اليوتيوب خلاص. وده هتشوفه اول فيديو انا كنت مصوره في اوضتي في الكورونا، حرفيا كان في ايام كورونا، وكان الموضوع مش عارف ايه اللي حصل. والكومنت نفسه اداني انرجي فظيعه ان انا خلاص لازم هبدا. وده هياخدنا على السؤال اللي بعديه. عامه هقول ايه الاوبستكلز او المشاكل اللي قابلتني في الشانل. في حاجات كتيره قابلتني كانت بشعه، بس السيكونس بتاعي ماشي خلاص. انا بعد ما حققت الموضوع دوت وعدى كام فيديو، عملت فيديو عن لابتوب، وبعد كده عملت فيديو عن لابتوب تاني. لقيت هواري كتب لي كومنت على فيديو دوت، وبصراحه كان تحفه. هو الموضوع ماشي كالتالي: انا اي تكست هم على الانستجرام اي جاس. كان برضو هو اتفاجئت ان هو قدي في السن، كان معايا في نفس السنه بتاعت ثانويه عامه. فاول ما حسيت الموضوع تاتشي قوي فبعت له. هو بصراحه شخص متواضع جدا، هي انسرد عادي جدا، وما دخل شاف الفيديوز بتاعتي وشاف الشانل، شاف فيديو كان كومنت بسيط قوي بس اداني انرجي، وما زلت لغايه دلوقتي مبسوط بدوت، فخور بدوت. لان الحاجه البسيطه الشخص اللي قدامك بيقولها لك، او ان انت فعلا بيشجعك عليها، ان انت عجبته من شخص فعلا انت بتحبه، بيبقى الموضوع ليه امباكت واثر عليك اكبر بكتير مما انت متخيل يعني. طبعا الوقت متاخر قوي، ومش عارف انتوا سامعين المسحراتي ولا لا، بس at some point انا مش هبطل. الفيديو دوت مهم بالنسبه لي، انا قلت لك هو مدردشه بتعامل بيه بتلقائيه قوي مع نفسي، فمن نفسي عشان اتكلم معاك. فخلينا نكمل. يا رب بس ما اطولش عليكم. ولو زهقت عادي والله، انا مبسوط ان انت وصلت لغايه دلوقتي. دي حاجه يعني بالنسبه لي كبيره قوي اصلا. فخليني اكمل. ماشي. ده قراري ان انا اعمل الشانل دوت، قلت لك عليه الخطوه مشيت ازاي، وان انا قررت فعلا عشان افيد اللي قدامي، الشخص اللي قدامي، وان انا بستمتع دوت بنفسي كتكنولوجي بعشقها حرفيا، وان انا عايز اسافر، وان انا عايز اقابل ماركس براونلي. يعني انا عارف الموضوع صعب، مش مستحيل، بس صعب at some point لما تبقى مشهور في الفيلد بتاعك الاول وتقدر تسافر فتتعامل مع الناس وتسلم عليه او كده. الناس اللي انت بتتفرج عليهم من وانا صغير جدا، بتفرج على ماركس براونلي تقريبا هو اول حد اتفرجت عليه، ماركس وانبوكس ثيرابي لو، وليتر بقى اتفرجت على يعني تك ريفيورز ثانيين، منهم مستر هو ذا بوس. وبجد من الناس اللي هو طبعا من الناس اللي فوجئت اصلا ان هو مسلم، كان سوبر ساف. ما كنتش عارف ان هو جاي من صفوان، but it was really cool ان انا قابلت او عرفت الناس دي، وحاسس ان انا التشايلد هود بتاعتي كانت بتفرج على تك ريفيورز، وانا بعمل ده من زمان، والناس دي فعلا شاطره جدا وعبقريه واتعلمت منهم جدا. يعني انا الكرياتيفيتي بتاعتي او الحاجات دي كلها اتعلمت منهم، وده كان at some point بالنسبه لي كبير جدا الموضوع دوت. ايه تاني حصل اتعلمت منه بجد؟ اكتر حد اتعلمت منه الفيديو اديتنج كله والكرياتيفيتي. شخص بيرفكت، شخص عامه جامد جدا، انا بحبه قوي. هو بيتر ماكينن، اكيد الناس عارفاه جدا. ودي برضو من الايمز بتاعتي، ان انا عايز اسافر كندا مخصوص عشان اقابل بيتر ماكينن. دي من الايمز بتاعتي. انا عارف ان هي at some point كبيره، وايمز مش هي البوينت، بس ان انت توصل او تقابل ناس زي كده، او الناس اللي انت بتحبهم او بقالك كتير قوي بتتفرج عليهم وتعلمت منهم ووصلوك للحاجه دي، او طلعوا كرياتيفيتي اللي جواك. فدي حاجه تحفه جدا. وان انت لما توصل لدوت هتلاقي ان انا حققت دوت او عملت حاجه في حياتك. انا شايف ان كل واحد في حياته ان انت تعمل الحاجه اللي انت نفسك فيها وتحققها، انت كده عايش حياتك صح ومبسوط في حياتك. خليني اخد البوينت اللي بعديها. طيب ايه اكبر حاجات اللي قابلتك في الشانل وعملت فيها ايه؟ اكبر المشاكل اللي قابلتك في الشانل وعملت فيها ايه؟ بصوا، هو اي تك ريفيور او اي يوتيوبر عامه قابل بلاوي في موضوع الفيديو اديتنج انا مش اي حد هيتفرج وجرب يعمل فيديو اديتنج هيبقى عارف وفاهم قصدي انا بعمل ايه. سواء بقى انت صورت
فيديو 3 ساعات ولا ساعتين وفي الاخر ما تلاقيكش دوست على فيديو ريكوردنج، لقيت ما سجلتش الصوت بتاعك، سجلت من اللابتوب مثلا او ما سجلتش من المايك. وده حصل معايا ولسه حاصل معايا دلوقتي اهو، ولقيته عامل اوت اوف فوكس ومش معاك، انت الفيديو بتاعك باظ حرفيا. انت مش متخيل دوت. الفيديو الاخير عندي مشكله فيه. الفيديو كان حلو جدا، ده يعتبر احسن فيديو انا صورته لغايه دلوقتي، الطف واحد انا بذلت فيه مجهود كبير جدا جدا. وطلع الفريم ريت انا من غير قصد، مش الفريم ريت، الشاتر كنت مخليه قليل جدا. في بقى تلاقي تحس ان انا كنت يعني فظيع بجد، كان الموضوع كان صعب، كنت حاسس ان انا متعدد سريع جدا ومش عارف اقول لك ايه والله. عارف انت الفلاش اللي بيحصل بتاع حد سريع بيجري وتلاقي في ظهره 300,000 حاجه؟ كان شعور بشع قوي بصراحه. بس at some point والله قلت هينزل ومش مشكله، يجي زي ما يجي، انا كده اصلا مش المحقق الفيوز. بس هو مفيد، الفيديو مفيد جدا، وكان صعب قوي عليا وعدى فتره كبيره، ومن موضوع الجيش ما خدتش بريك منها يعتبر. فكان دي من المشاكل الكبيره اللي قابلتني والحاجات السخيفه بالنسبه لي، ضغط شغلي. ودي اكبر مشكله بالنسبه لي، مش التكنيكال بروبلمز، المشاكل اللي هي الاساسيه بتاعتي ان انا باخر الفيديوز بسبب ان انا ورايا حاجات تانية كتير. انا كنت في الاول الموضوع صعب ان انت تحاكي ده مع ده، بس at some point ان شاء الله انا بدات اعمل الكونفرجن او ادخل الاثنين مع بعض، فيقدر ان هو يبقى شكل مستمر وشكل منطقي. وده الايم بتاعي، ده الهدف الاسمى بالنسبه لي هو اليوتيوب، وان انا عايز اخليه فول تايم جوب بالنسبه لي. فده عشان كده بدات ارجع له تاني، وبدات فعلا هو مهم جدا. وان انا قلت احكي دوت عشان ده يبقى ريفرنس ليا وقت ما انا ابقى ناسي دوت ارجع اتفرج عليه. وانت بدات تحقق دوت، ودي جولز ان شاء الله هكتب جولز كده واحده واحده احققها معاكم. ودي بالنسبه لي ان انت تحقق او احقق معاك او انت تحقق معايا، تقول لي يا طارق انا هكتب الكومنتس دي وافتكر اخلي الفيديو دوت مخصوص ارجع له عشان اقدر احقق منه الايمز بتاعتي او الجولز بتاعتي، الاتشيفمنتس واحده واحده اقدر احقق دوت. ده بالنسبه لي هيبقى مبسوط جدا، هبقى مبسوط وسعيد جدا ان ده يحصل عامه. والله لو شخص واحد بجد الموضوع بالنسبه لي اتس ا بيج ديل. هو ده بالنسبه لي موضوع جامد جدا ويفرق معايا جدا. دي من المشاكل اللي قابلتني. ايه تاني مشاكل كبيره او اكبر المشاكل اللي قابلتني؟ اللابتوب كان اول ابجريد عملته، او لو شفت اول 3 فيديوز ليا، ثالث فيديو تقريبا هو كان عن السماعات. الفيديو دوت انا هصدمك، انت ما تعرفش هو تعمل له اديتنج ازاي. انا عملت فيديو اديتنج عملت اديت للفيديو دوت بالظبط في شويه حلوين كاديتنج، بسبب حاجه واحده، ان انا كنت قافل البيكتشر، كنت قافل الفيديو خالص وبأديت على الصوت بس. انتوا مش متخيلين الموضوع عامل ازاي. انا بجد كاني واحد مش شايف خالص، وببدا ان انا اديت، والبرودكت والله ما عرفت طلع ازاي. وهتلاقي في الفيديو ده مخصوص اصلا هتلاقي فيه زوم اوت حصل كده مره واحده، وفي كنت عامل تاج عملته كتبته بس من غير الايكون او من غير اللوجو يبقى موجود فوق. وده كان موضوع صعب قوي بصراحه، بس اتعمل الحمد لله. ايه اللي حصل بعديه بقى؟ ايه تاني؟ ايه اللي حصل بعديه؟ والله نسيت. ده كله بسبب حاجه واحده، ان انا ما كنتش فاهم في اللابتوبس قوي، واللابتوب بتاعي كان نص جيجا بايت كارت الشاشه. انا مش عارف انا كنت بعمل ده ازاي في نفسي، كان الموضوع صعب قوي. كنت جايب بقى كان كور i5 اي جاس، كان اي ام دي اي جاس، وكان الرامات كنت مخليها 16 جيجز وبتاع، وكنت عامل لها ابجريد، فكان الدنيا لطيفه. بس كنت صعب قوي. تخيل الاكسبورتنج تايم يعني اخد مني قد ايه في الفيديو اللي هو بتاع السماعه دوت. هو كان 12 minutes او 13 minutes تقريبا، بس literally هو اخد مني exporting. انا عايزك تقول لي تحت في الكومنتس تجاس هو اخد قد ايه. تريهاش، وان في يعني دي اقل منها بحوالي 50 جنيه وبتقدر تجيبها بتعمل اكتر من الديب بيس بتعمل. بس والنصيحه الخامسه، اذا كانش عاجبك واحده من الاثنين دول، فانا برشح لك واحده قويه جدا، وهي الهوكو W16 روشه. بس الفكره ان هي اغلى حاجه بسيطه، يعني هي حوالي نفس ضعف سعر ال B47، بس بصراحه يعني هتاخد كواليتي حلوه جدا.
كل الفيتشرز بتاعت البي 47 على اللي ما فيهاش ميموري كورد بس. فيعني هي سماعه قويه جدا، البيلد كواليتي بتاعتها كويسه جدا، صوتها فظيع نقي جدا، و في نويز كانسليشن. الوزن بتاعها مناسب جدا على الراس، ممكن تقعد بيها لاوقات طويله من غير ما تتعب ودانك. العيب الوحيد اللي فيها ان هي ما فيهاش اس دي كورد، ما فيهاش ميموري كورد، فمش مشكله، ممكن تتغاضى عن حاجه زي كده ان انت اوريدي اصلا معاك الحاجه على الموبايل بتاعك او ساوند كلاود، مش هتفرق يعني، او سبوتيفاي مثلا. والباتري برضو بتاعتها بتقعد حوالي في حدود 4 ساعات، وممكن تطول معاك لو انت مثلا تستخدمها مش هتقعد ال4 ساعات كاملين، فهتقعد معاك 5 6 7 ساعات مثلا لو انت مش استخدمك 4 ساعات متواصل. ووقت الشحن بياخد برضو في حدود من 2.5 ساعات ل3 ساعات يعني زي البي 47 بس. وجينا نقطه السعر، فالبي 47 والديب بيس تقريبا سعرهم متقارب جدا، حوالي اقل من $10. فلو حسبناها بالمصري يعني دي 150 مثلا، او الاثنين في رينج 150. ما لقيتش دي على سوق، طبعا هسيب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكربشن تحت. ما لقيتش الديب بيس نفس الفيرجن دي، بس لقيت حاجه من نفس الشركه اقل شويه بحدود 90، ف كويس يعني. فسعرهم يعتبر متقارب لو انت قارنت الاثنين ببعض. بس انا مش برشح دي برضو، زي ما انا قلت السماعه فعلا اللي برشحها جدا وقلت لكم عليها الهوكو، سعرها اقل من $25 بس، وليها عرض كويس قوي على سوق. بدل ما هي ب 490 عامله حوالي 379 وربع بالظبط يعني. بس كده، حابب اسمع رايك تحت في الكومنت، انهي واحده عجباك اكتر من السماعتين دول، واذا كنت انت جربتهم قبل كده مثلا فقول لي تحت برضو في الكومنتس. بس واخر نقطه وهي مصطلح جديد عن التقنيه، اذا كنت انت عارف المصطلح دوت فحاجه كويسه. بس المصطلح بتاع النهارده هو دولبي اتموس. والدولبي اتموس دي هي تقنيه شركه دولبي عاملاها. التقنيه دي شركه دولبي عاملاها عشان بتحسسك بال 360 وانت بتسمع مثلا في السماعات. فانا حاسس لو مثلا جاي حاجه من على اليمين او على الشمال، دي بتبقى في الجيمنج وفي الموفيز، سواء مثلا كنت بتلعب PUBG مثلا ولا حاجه، فانت هتلاقي مثلا اللي جاي من على اليمين هتحس بيه، واللي جاي من على الشمال، اللي هي التقنيه بتحسسك ب 360 من الاخر 160 درجه. ايه اللي بيحصل؟ وهصدمك دلوقتي، هو اخد مني exporting time، او اللي كان موجود قدامي exporting time 3 days. والله من غير مبالغه، انا قدامي قاعد، كنت جايب كرسي بظهر، كنت جايب كرسي بعجل ساعتها عشان ظهري بقى، وانفستنج في صحتي وكده. وكنت لسه متفرج على احمد ابو زيد، وكان طبعا تنفست في صحتك وتجيب تشير ومش عارف ايه. وكان تقريبا عبد الله رخا برضو كان جايب تشير جديد، فجبت تشير على قدي كده. كنت مبسوط بيه جدا، كان لسه بكسته. قعدت عليه عشان ظهري ما يوجعنيش، وقعدت 3 days عمل كده. انا حرفيا بص، او البتاعه دي انت عامله دوشه، خليكي اقعدي على جنب هنا. قاعد عامل كده، عيني احمرت. انا صعبت على والدي جدا. الموضوع كان مسخره. كنت لدرجه ان انا اللابتوب كان بيسخن قوي، كنت بحطه في الفريزر عشان يهدى شويه. الموضوع ويرد بطريقه مش منطقيه، وفي نفس الوقت هي قصه طريفه قوي قوي قوي. وما افتكر دوت وببص على الفيديو دوت، هو التعب ده كله سبحان الله ده اكتر فيديو جاب فيوز، مع انه قعد كام شهرين 3 4 شهور تقريبا جايب 300 فيو. بعد التعب ده كله انا خلاص يعني I fell down, I'm broken. مش هنزل فيديوز، هبدا ان انا خلاص مش هنزل فيديوز. بس مش دي الايم بالنسبه لي. بدا بقى البوش بالنسبه لي، ممسك زي ما قلت لك بحب التكنولوجي، فاول ما امسك حاجه في ايديا ابدا ان انا ابقى الباشن يرجع لي تاني. ودي عشان كده ان I believe ان الشخص دايما لو انت بتشتغل حاجه انت بتحبها هتوصل للحاجه دي، او الشغف بتاعك هيتجدد، فمش هتمل من الحاجه اللي انت بتعملها. فده اللي حصل بعد ما اللابتوب خلاص بعته. كنت خسرت فيه شويه حلوين. جبت اللابتوب تاني بقى اللي هو قبل MSI دوت، واللابتوب ده كان فعلا كويس جدا. كان اللينوفو S540. ده من افضل اللابتوبس اللي انا جبتها، وكنت حاسس بانجاز فظيع ان انا عملت الطفره دي. كنت دبل السعر بتاع اللابتوب الاولاني، جبته خلاص. واللابتوب ده كان عزيز عليا جدا، بس اللي خلاني اجيب MSI ان اللاب بتاعي شرب قهوه. انتوا متخيلين الموضوع مأساوي ازاي؟ انا اللابتوب بتاعي من 13000 او 14 كنت جايب تقريبا، كان قيمته 14، اتباع ب 2000 جنيه او 2000 ونص حاجه كده. اللاب بقى حته حديده حرفيا، بقى خرده مش نافع بسبب ان هو شرب قهوه على المكتب بتاع الشغل.
انا كنت اعيط الوقت دوت ومش عارف ايه اللي حصل بجد، وسبحان الله بجد خلاص يعني كنت هعاني خلاص، معاناه بائسه. معيش لابتوب اعمل اديتنج عليه، ما كنتش عارف اوصل لاي حاجه حرفيا. انا كان ليا صديقي في سوق الكمبيوتر دول اللي هم بيودوني باللابتوبس، طبعا شاوت اوت ليهم، ثانك يو سو ماتش طبعا في السبورت بتاعهم. مصطفى قال لي خد اللابتوب ده وتشتغل عليه، كان الين وير، بس اللابتوب ده كان قد كده، كان دولاب، هو كان جامد بس قد كده. والله انا ما عارف، انا كنت بشيله بالعربيه، انا رحت العربيه عشان اشيله كان الموضوع بائس بطريقه مش منطقيه خالص. ف مش عارف هو انت بتريكورد صح؟ هو بيريكورد، الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ما يفصلش. هايط 20 minutes، حلو خلينا 10 minutes كمان. المهم فوصلت، فقدرت الحمد لله ان اجيب الام اس اي، وبدات ان انا ارجع الفلو بتاعي at some point. بس في حاجات تانية بتحصل لك مش تكنيكالي بس، في عندك بقى سواء كان دراستي، كان الموضوع كان بشع قوي، كليه علوم طبعا اللي عارفها موت حرفيا، في كل الاوقات ما كنتش عارف اعمل اي حاجه. بعديها على طول كنت شغال في موضوع الكورسز، موضوع الانجليش كورسز، وكنت ماسك في حتت معينه. انا بدات حرفيا موضوع اليوتيوب دوت او الايم بدات اشغله اكتر بسبب ان انا عملت مشروع. كنت في كليه بدرس وعملت مشروع كنت من سكراتش تقريبا. كل جنيه في جيبي صرفته في نظاره في ار اللي هي بتحط فيها الموبايل دي. كنت في حديقه عامه، وكنت فاتح فيها مشروع دوت اللي كان نظاره، كنت شغال على اكس بوكس بتاع واحد صاحبي. ده كله عشان اليوتيوب. جات لي الايديا ان انا بزنس مشروع اليوتيوب، عشان ابدا اعمله لازم اعمل حاجه انفست او تضخ فلوس اقدر ان انا اجيب بيها برودكتس عشان اعمل عليها فيديوز. الموضوع هيبقى صعب قوي ان في شركات تبدا تديك سمارت فونز او تعمل دوت، لسه قدامك شويه حلوين على الاقل كام سنه عشان تقدر تحقق دوت. فده كان الموضوع ما كانش سهل خالص معايا. فعملت النضاره دي جبتها، وسبحان الله اليوم دوت في تفاصيل قوي مش هحكيها، بس اليوم دوت انا جبت فلوس النضاره وبدات انفست لغايه لما الحمد لله جبت فلوس الاكس بوكس، وبعدين جبت فلوس اكس بوكس اشتريته مع النضاره، شغلتهم وجبت معاهم بلاي ستيشن. طبعا انا بعتهم عشان اعمل حاجه مفاجاه ليكم، انا لسه دي من الايمز اللي حاططهم. هعيط بس يعني شغال على حاجه كده، ربنا يستر عليا وعليكم من ان انت تبقى مهووس بالتقنيه وممكن تبيع اللي وراك واللي قدامك حرفيا، وحاول for the God's sake انك تبيع اللي وراك واللي قدامك عشان تجيب حاجه تقنيه. انا كل ما افتكر الموقف ده بحس ان قلبي بيقف بيوجعني. خلينا اخد اللي بعديها، اخبار الحاجات اللي قابلتك. اوكي انا قلت كده اكبر البروبلمز اللي قابلتني تقريبا بالذات في موضوع اليوتيوب دوت، وازاي اتعاملت معاها ازاي. وكنت بادئ بالسمارت فون بتاعي بموبايلي دوت، كان البوكوفون اف 1 وما زال معايا، لان انا جبت الاوبرينو واستفدت ان انا قلت خلاص ده انفستمنت هجيبه وابيعه عشان ابدا ان انا اجيب برودكتس وابدا ان انا اعمل ده انفستمنت. وجبت الحمد لله من السمارت فون بتاعي جبت الكاميرا وعملت ابجريد. طبعا كنت بادئ بالميكروفون والموبايل بس، والستاند كان اخده من والدي. جبت الترايبود وجبت الكاميرا وجبت السلايدر وجبت شويه برودكتس، عملت ابجريد واحده للشانل. ودي من الايمز ان انا ان شاء الله هحطهم عشان هكملها لكم وهكتبها لكم، وابدا ان انا في ايمز ثانيه انا عايز اعملها او اتشيفمنتس عايز احققها وجولز احققها معاكم. ودي حاجه بصراحه هتشجعني اكتر من ان انا ابقى لوحدي او ان انا اعمل حاجه دي لوحدي. وهبقى مبسوط قوي كل ما ارجع لدوت اتشجت كده ان انا عملت دوت، وده كان في تاريخ كذا وبدات احقق دوت. فدي ان شاء الله من الحاجات اللي انتوا تبقوا تقدر تساعدكم او تشجعك ان انت تعمل حاجه زي دي. هبقى مبسوط قوي ان انت تحقق زي دوت او تحقق حاجه زي دي وتكتب الاتشيفمنتس يقول لي طارق والله انا حققت دوت. بعديها اوكي ايه الابجريدز اللي عملتها وايه اللي عايز تعمله وعايز تحققه وحققه معاكم. الابجريدز اللي لسه قايلها لكم دلوقتي اللي عايز احققه ان اقدر اوصل للكواليتي بتاع الفيديوز بتاعي، ان انا اقدر اجيب كاميرا فول فريم لان بتاعتي كروب فريم. دي من الايمز عايز احققها. عايز اجيب وايرلس مايكروفون عشان الواير دوت تعبني قوي، او مش لازم واير بس يبقى عندي سيت اب ثابت، يبقى السيت اب بتاعي مش كل شويه في الروم او في الاستوديو. انا الكاميرا عشان بعمل برودكتس او كده، فبعمل فيديوز
الاماكن وفي الاكاديمي وكده، فبحتاج ان انا انقل الكاميرا من هنا لهنا واخدها معايا في ايفنتس بره، لان هي كاميرا واحده ما زالت وما عنديش سيت اب ثابت، ودي حاجه بائسه شويه. السوفت بوكس انا الحمد لله جبت سوفت بوكس، ودي من الابجريدز اللي انا حققتها برضو. في لسه عايز تاني احقق تاني، اعمل ابجريد الطف، اجيب لايت سيستم منطقي شويه. دي بالنسبه لي حاجات اللي هي على المدى، لان انا اقتنعت ان فعلا انا كنت بصور بموبايلي بس وبطلع يعني برودكت مش احسن في الكواليتي، بس كان بيحقق نسبه احسن في نجاحها. فانا اقتنعت فعلا ان الموضوع كله مش قايم على اي حاجه، انت المهم ان انت تبدا وتنجح في خطوه ان انت تنزل الفيديو بتاعك. ما تعملش حته البرفكشنزم دي وحشه قوي، ان انت تبقى تعمل حاجه بيرفكت، دي مش احسن حاجه خالص، ودي حاجه بشعه فيا، من المشاكل بتاعتي كبيره فيا. فانا بدات ان شاء الله ان يعني اتغاضى عن ده شويه، واعمل برودكت يبقى كويس جدا، كواليتي حلوه، بس يقدر ان هو يبقى كونسيستنت. نجاحك في اي حاجه في حياتك هي قايمه على الكونسيستنسي، الاستمراريه، انك تستمر في اي حاجه، هي دي فعلا اللي هتقدر تشجعك انك تعمل دوت. احقق ايه برضو تاني اللي هكمل تحقيقه؟ ان انا ابدا اعمل ان انا اجيب ماك بوك، ان انا اجيب كاميرا فول فريم ماك بوك برو، مش اكتر M1 برو مخصوص، مش عشان اي حاجه غير ان انا فعلا الماشين دي تحفه في السيملس بتاعها، والشلل بتاع الريندرنج والاكسبورت موضوع صعب قوي لاي حد عارف. فان انا اوصل لدوت هيبقى حاجه لطيفه جدا. مع الميكروفون كان STG تقريبا من رود، واجيب وايرلس مايكروفون للبرودكتس عندي، واجيب جيمبل دي من الايمز برضو عشان شوتس معينه عايز اجيبها اعملها، واجيب درون عشان اجيب برضو عندي شوتس معينه، عشان لو سافرت او حاجه فعلا يبقى معايا اقدر productivity، ابقى شخص فعلا productive، الكومباني بتاعتي يبقى فيها الحاجات اللي انا فعلا عايز اشتغل بيها. دي هتبقى حاجه لطيفه قوي بالنسبه لي. دول الايمز بالنسبه لي. الاكويبمنتس، المايلستونز بالنسبه لي، نفسي طبعا اوصل لاول حاجه ل 5000 سبسكرايبر، ده اول مايلستون. تاني واحد 10000، وبعد كده اوصل ل 100000 وكل مضاعفاتها طبعا. دي بصراحه من الحاجات المهمه جدا ونفسي احققها، وان شاء الله اقدر في فيديو تاني اقول لكم ان انا حققت دوت قريب. ان شاء الله اقدر اكون حققت حاجه من الحاجات دي واقول لك ان انا حققت الفيديو دوت، حتى لو كان فيديو قصير طبعا مش هيبقى طويل كده، عشان ده فعلا ده اول فيديو اعمله على الشانل بالطريقه دي، يبقى بدردشه وبفتح لكم الايدياز بتاعتي والحاجات ان انا عايز اعملها at some point، ودي حاجه هتشجعني برضو. خليني اخد ايه تاني. تنصح اي حد يبدا محتوى على الشانل او محتوى على اليوتيوب عامه ويعمل شانل؟ طبعا 100% عندك ايم، لسه قايل من شويه، لو انت عايز تعمل دوت ابدا خد الستيب، لان انت مش متخيل الموضوع ده ممكن يفرق معاك جدا ازاي في حاجه بعد كده. انت غصب عنك استمراريتك هتنجحك وهتقدر تعمل اللي انت عايزه اكتر. الهدف من الاهداف بتاعتي ان انا اعمل شركه تحت الشانل، تبقى استوديو كامل. مش بشبعش منه، ما بشبعش من الاتشيفمنتس دي. وان انت الفيديو اديتنج بالنسبه لي هي مع التكنولوجي حاجات بتكمل بعضها بالنسبه لي، فانا بحب الاثنين، والاثنين بالنسبه لي حاجه احسن بكتير من ان هي تبقى لوحدها. فعشان كده ببدا ادمج ده مع ده، مع الانجليش طبعا، مع الفيديو اديتنج في الانجليش للبرودكتس عندي، للستودنتس قصدي عندي. الموضوع بالنسبه لي مهم جدا وكبير جدا، فلازم تبدا دوت وتاخد الخطوه دي. لو عندك نصايح نعمل ايه يعني اللي عايز يبدا تشانل؟ اول خطوه معاك موبايلك جاب لك حرفيا البرودكتس بتاعتك كلها، حوش مصروف شهرين 3 ايا كان ايه هو، بس 3 شهور 300 جنيه او 400 جنيه تقدر تبدا بيهم تشانل على اليوتيوب. موبايلك ايا كان ايه هو، ابدا صور بيه، شوف اول فيديو ليا انا كنت عامله ازاي. انا ما كنتش مصدق ان انا اوصل لكواليتي كده اصلا، عمري ما تخيلت ان انا اوصل لده في وقت قياسي at some point. معاك الميكروفون هتلاقيه ب 150 جنيه دلوقتي حاجه كده، وابدا بس مجرد لايت لطيف، صور في نور الصبح كده، كنبه والشباك في ظهرك، حاول تختار بس منظر، اطلع بره في الطبيعه. وقت الغروب ووقت الشروق دول اكتر وقتين تقدر تصور فيهم شوتس تحفه. اعمل دوت، ابدا اعمل دوت، صور بموبايلك برودكتس،
روح اتعامل اتكلم مع ناس. اوكي وصلنا لاخر حاجه. النصايح اللي انت تديها او حد يعملها يعني يبدا الشانل على اليوتيوب. طيب من الحاجات اللي انا قلتها تقريبا فسيمبلي انت كل البرودكتس اللي هتشتريها بحوالي 400 جنيه تقريبا. الاهم هو انك تاخد الخطوه، والخطوه باستمراريه. ما تعملش حاجه بليب او اللي انت زي ما انا دي كانت اكبر مشكله عندي بصراحه، ان انا بعمل حاجه وبستنى ان انا اعمل حاجه بقى اكبر او عايز انط بسرعه قوي. هي مش وحشه بس مش حلوه في نفس الوقت. انت محتاج ترتب اولوياتك وحاجتك، لان انت لو رتبت واستمريت هو ده حلك الوحيد وهتنجح يمكن احسن مني كمان في وقت قياسي اكتر. ودي هي دي الفكره. انا عاوز اطلع بكواليتي، بس كواليتي مع consistency او استمراريه هيخليك توصل بشكل اسرع. طيب انت بقى دورك، انت اللي بتتفرج عليا لغايه دلوقتي والله انا مش عارف اقول لك ايه، او انت شفت الحته دي فانت يعني you're amazing، يعني you're dope. thank you so much for that. يعني شكرا جدا ان انت سمعتني ده كله. ولو ليك اي نصيحه ليا سيبها لي تحت في الكومنتس، اكيد هبقى حابب اسمع ده جدا. بس كده، فاتمنى ان انت تكون في اي حاجه فادتك، ولو انت عايز تفيدني باي حاجه اكيد قولي تحت في الكومنتس. بس كده thank you so much guys for watching. شكرا جدا انك شفت الفيديو لغايه دلوقتي and I'll catch ان شاء الله. اشوفكم الفيديو اللي جاي. بيس. سلام. كوبايه هزت. سلام.